أهلا بيكم من جديد. قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي وتعالوا بينا نبدأ فيلمنا اللي بيبدأ مع بنتين. الأولى اسمها سالي واللي بتكون أكبر واحدة فيهم، والتانية بيكون اسمها راي، وبيكونوا بيلعبوا مع بعض وسط عشب وبيكونوا فرحانين جدا ومقربين من بعض، وبيتفاجئوا بعربية بتقف في الطريق اللي بيكون مقابل للمكان اللي واقفين فيه، فبيستخبوا علشان محدش يشوفهم. وبتكون العربية الكاوتش بتاعها فيه ثقب وبيبقى فيها راجلين ومش بيكونوا عارفين يكملوا طريقهم بالكاوتش، فعلشان كده بيقفوا علشان يغير واحد منهم الكاوتش، وبيبان ان هم سارقين لوحات وحاجات كتير جدا. وبيروح الراجل التاني علشان يشوف الحاجات اللي هم سرقوها، فبيتفاجئ بوجود كلب صغير في صندوق من الصناديق اللي موجودة في العربية، ولما بينادي على اللي معاه بيحب الكلب جدا وبيطلب منه انه يخليه معاهم، ولكنه بيقول لهم انهم مش عايزين يربوه وما ينفعش، وعلشان كده بيقرروا يسيبوه في الطريق وهو هيمشي، وبيصلحوا كاوتش العربية وبيمشوا. وبتشوف البنات الكلب وبيحبوه جدا، لكن شوية وبيتصدموا لما بيلاقوا عربية كبيرة جاية ناحية الكلب، وبيكون الكلب مش شايفها والكلب مش بيتحرك خالص، فعلشان كده بتتحرك سالي وبتروح علشان تنقذه، على عكس ري اللي بتكون مغمية عينيها علشان ما تشوفش اي حاجة هتحصل للكلب. لكن بتقدر سالي على اخر لحظة انها تنقذه وبتبعده عن العربية، وبتقرر سالي انها تاخده معاهم، لكن بتقول لها ري ان الام ايغنس مش هتقبل بتربية الحيوانات في الميتة، وانه من قواعد الميتة انهم ممنوع يدخلوا اي حيوانات المكان. وهنا بنعرف ان سالي وري متربيين في ميتة، وبتقول سالي لري انها مش هتخليها تشوفه وكمان مش هتسمح لحد ياخده منها. ولما بيقربوا على الميتم بيشوفوا الام ايغنس وبتودع بنت من اطفال الميتم اللي بيكون فيه اسره اتبنتها، فبتسال ري لو هيجي يوم وحد يتبناها كده، فبتقول لها سالي ان من رايها ان محدش هيتبناهم بسبب انهم كبار عن باقي البنات ومفيش اسر بيتبنوا بنات كبار كده. وبيودعوا البنت اللي بتكون اسمها تشيلسي، وبيستغلوا انشغال الام ايغنس في توديع تشيلسي، وبيطلعوا يجروا على الميتم اللي بيكون تابع لكنيسه، فبتشوفهم ايغنس وبتقول لهم انهم متاخرين جدا على الاكل وده غلط، وبعد شويه بهدله بياخدوها منها بيروحوا لغرفه الاكل على طول، وبيكون في بنات كتير اصغر منهم ومش من سنهم في الميتة، وكمان بيكون متواجد راهبات كتير، وبيشوفوا البنات كلب سالي اللي خبيته جوه الجاكيت بتاعها، فبتشاور لهم علشان يسكتوا وما يعرفوش حد، ولكن مش بتعدي دقيقة غير والكلب نازل من حضن سالي على الارض، فعلشان كده بتمثل انها شافت فار، وبيزعقوا كل البنات وبينشغلوا الراهبات في انهم يدوروا على الفار، وبيسكتوا البنات، وبتنزل ري وسالي علشان يمسكوا الكلب، وفعلا بيمسكوه من الجهتين وبيخبوه وبيطلعوا من تحت الترابيزة علشان يرجعوا اوضتهم. فبتشوفهم ايغنس وبتقول لواحدة من الراهبات انها تشوف هما طلعوا اوضتهم ليه لحد ما يسيطروا على البنات هنا، وفعلا بتطلع الراهبة وراهم ولكنهم بيكونوا اسرع منها وبيسبقوها لفوق وبيخبوا الكلب وبيقدروا يفلتوا منها. لما بتسألهم هما طلعوا ليه فبيقولوا لها انهم خافوا من الفار فطلعوا، ولما بتقول لهم ينزلوا بيسمعوا كلامها، وبتسمع هي صوت كلب في الأوضة، ولما بتبص كذا مرة مش بتلاقي حد في الأوضة، فبتنزل وبالليل بيتلموا البنات حوالين سالي وكلبها اللي بتسميه كاستناء نسبة للونه والفرو بتاعه، وبيفضلوا يراقبوا الباب علشان لو حد جه، وفعلا بتيجي الراهبة علشان تتأكد من نومهم، وبيخبوا الكلب في الدرج وبيبدأوا يدعوا لتشيلسي علشان تكون سعيدة مع العيلة الجديدة، وبعدها بيناموا. ولكن بتقوم ري وبتسأل سالي لو ينفع تنام جنبها، فبتاخد سالي كاستناء في حضنها وبتقول لها تيجي تنام، وفعلا بتنام سالي وري اللي بتبص كل شوية على الكلب. وتاني يوم بتروح سالي تلعب مع الكلب بتاعها في المكان اللي شافته فيه، ولما بترجع الميتم بتشوف ري قاعدة تعيط علشان فكرتها مشيت وسابتها، فبتهديها سالي وبتقول لها انها مش هتبعد عنها، وبيطلعوا الكلب فوق وبعدها بينزلوا علشان يفطروا، وبيكون كل البنات بياكلوا بهدوء لحد ما بتيجي اغنس وبتطلب ري وسالي المكتبة، فبتخاف ري وبتستخبى، لكن بتصمم اغنس انهم يروحوا وراها وفعلا بيروحوا، وبيفتكروا باقي البنات ان في واحدة منهم قالت على الكلب لاغنس، لكن بتحلف البنت انها ما قالتش اي حاجة ليها. وعند اغنس بتكون قاعدة في مكتبها مع سالي وري، وبتبدأ ري تقول انها عارفة ان اللي عملوه ده غلط، بس سالي كانت عايزة تجيب كلب، فبتضربها سالي قبل ما تكمل وتجيب سيرة الكلب، وبتقول اغنس ان هما بقوا اخوات بسبب ان في عيلة اتبنتهم، فبيفرحوا ري وسالي جدا بسبب انهم هيكونوا في بيت واحد سوا، وبتسأل ري لو عيلتهم الجديدة عندهم مشكلة في تربية الكلاب، فبتقول لهم اغنس ان هي ما تعرفش بس مسموح بالحيوانات في نيويورك، وبينزل الكلب عند سالي فبتخلي ري تمثل انها اغمى عليها علشان تشغل اغنس، وبتاخد هي الكلب وبتطلع، وبتقوم ري بعدها كأن ما كانش فيه اي حاجة، وبعدها بتنتقل لمدينة نيويورك اللي بيكون فيها عيلة مكونة من زوج وزوجة، وبيكونوا دول هم اللي اتبنوا سالي وري، وبنعرف ان الزوج بيعاني من حساسية ضد الحيوانات اللي فيهم فرو زي الكلاب والقطط، وبتديهم الموظفة التابعة للميتم وثيقة الموافقة على التبني، وبيودعوا سالي وري باقي البنات وهم بيلموا هدومهم علشان ينتقلوا لبيتهم الجديد، وبنروح عند واحدة اسمها لورا اللي هتكون امهم الجديدة واللي بتحتفل بتبنيها للبنتين في المطعم الخاص بيها، وبتقول لهم انها وظفت واحدة اسمها روز ميلا علشان تساعدهم في تربية البنات وكمان البيت، وبتكون مش بتتكلم انجليزي. وبالليل في بيت سميث ولورا بتكون الصحافة في التلفزيون بيتكلموا عن اللصوص اللي
بيسرقوا المنطقة دي لأكتر من مرة، وباين إنهم بيستهدفوا المكان ده مخصوص، وبتكون اللصوص دي هم الراجلين اللي سابوا الكلب في الطريق وسالي أخدته، وبيروحوا مات ولورا تاني يوم علشان ياخدوا سالي وري من الميتة، وبتكون لورا متأثرة جدا، وكمان البنات بيزعلوا إنهم ماشيين، وبيعطس مات في العربية، فبتقول لهم لورا إن عنده حساسية من الحيوانات، فبيتوتروا جدا بسبب خروج الكلب بتاعهم من الشنطة اللي بترجع سالي تخبيه جواها تاني، وبيكون المبنى اللي ساكنين فيه لورا ومات مش مسموح بتواجد الكلاب فيه، وبعدها بيدخلوا علشان يشوفوا الأوضة اللي هيقعدوا فيها، وبينبهروا بيها وبجمالها جدا، وبيشوفوا اللي جوه أوضتهم، وبيطلع كاستناء من الشنطة، وقبل ما تشوفوا لورا بتشيلوا ري بعيد عنها، وبيسمعوا الكلام لحد ما بتخلص، وبتطلع وبتقول سالي إنهم لازم يمشوا من هنا بسبب إنه ممنوع تربية الكلاب، لكن ري بتقول لها إن المكان حلو جدا ولازم يفضلوا، وبسبب إصرار ري بتقرر سالي إنهم يفضلوا، بس بيخلوا الكلب يستحمى علشان مات متحصلوش حساسية تاني بسبب فروه، وبنروح لويس وكوش اللي بيخططوا علشان يسرقوا العمارة اللي فيها صاحب المباني اللي سرقوها علشان يأكدوا له إنهم مستهدفينها فعلا، واللي بيكونوا عايشين فيها لورا ومات، وبتروح لورا علشان تطمن على وجود البنات وإنهم مرتاحين، لكنها بتلاقي إن محطوط على الباب علامة بإنهم يخبطوا الأول، وفعلا بتخبط، وبيهدروا الكلب، وبتدخل لورا بعد ما بيأذنوا ليها، وبتطمن عليهم، وبتخرج وبيحط البنات للكلب تحت السرير فرش، وتاني يوم بيخرجوا مع لورا ومات علشان يتفسحوا، وبيكونوا فرحانين جدا، وبيطلعوا وبيقعدوا فوق جسر صغير وبيكون تحته ميه، لكن بتقع جزمة ري في الميه، وبتقول لها سالي انها هتجيبها ليها، وفعلا بتنزل وبتمسك فرع من شجرة وبتجيب بيه الجزمة لري، لكن بيكون اتوسخ قوي، وبتزعل ري، لكن بتقنعها سالي انها لازم تلبسها، فبتوافق وبيروح علشان ياكلوا، وبتخبي ري السندوتش بتاعها، وبتقول لمات انها اكلته وعايزة غيره، وفعلا بيجيب لها واحد تاني، وبنعرف انها شالت السندوتش ده للكلب بتاعه، وتاني يوم بيخرجوا البنات مع لورا، ولكنهم بيسيبوا باب اوضتهم مفتوح بالغلط، وبتيجي روزميلا علشان تساعد في البيت، وبيودعوها البنات وبيمشوا علشان يروحوا يجيبوا جزم وهدوم كتير، وفي البيت بيخرج الكلب وبيتمشى في البيت، وبيبهدل البيت بعد ما رتبته روزميلا، وبتخاف لا يكون فار بسبب اثار رجله، فبتحط مصيدة علشان تصطاده، فبيقرر الكلب ياكل الجبنة اللي فيها بدون ما تقفل عليه، وبيرجعوا البنات للبيت بعد هروب روزميلا من البيت بسبب انها بتحسب ان في فار في البيت، ولما بيناموا بيطلع الكلب للصالة، وبيبهدل الخيط اللي بتعمل بيه لورا الهدوم، ولما بتقوم ري مش بتشوف الكلب فبتتخض جامد، وبتصحى سالي علشان تقول لها انه مش موجود، ولما بتطلع بره بتلاقي الصالة متبهدلة وهو نايم في الارض، فبتاخده بالراحة وبتطلع، لكن بتقع الاباجورة وبتصحى لورا ومات بسبب الصوت، وبيكون البنات خبوا الكلب، فبيعتقدوا مات ولورا ان سالي هي اللي عملت الفوضى دي كلها، وبياخدوا الكلب في عربة اطفال وبيفسحوه في الشوارع القريبة من بيتهم وكمان في الحديقة، وبيبعتوا لاصحابهم في الميتم برقيات كمان، ومش بيبطل كاستناء من عمل المصايب في البيت مع مات ولورا، ومع مرور الايام بيكبر الكلب بسرعة، وبيكونوا البنات فرحانين بوجودهم مع لورا ومات والكلب جدا، وبتكون روزميلا بتنظف البيت كالعادة، وبيطلع الكلب علشان ياخد حبوب الكورن فليكس علشان يتعود انه ياكل منه بسبب سالي وري، فبيوقع الحبوب على الارض وبتشوفه روزميلا، وبتمشي وراها لحد ما بتوصل لبيت الكلب في بلكونة البنات، وبتخاف جدا منه، وبتتعلق في المروحة لحد ما بيجوا البنات من بره، وبيلحقوها وبيهدوها، وبيحاولوا يفهموها انهم هيروحوا المدرسة ومحتاجين يقعدوا الكلب معاها، وبيجيبوا لها شنطة كبيرة علشان يحطوا فيها الكلب بما ان حجمه كبر، وبتعدي الايام بوجود الكلب معاهم، وكمان بيتعلموا رقص الباليه والغنى مع روزميلا، وفي يوم بيحصل سطو من العصابة على شقتهم، فبيحس بيه الكلب وبيهجم عليهم بعد ما بيخربوا مشاريع مات، لكن بتتحط في ريل لانهم بيخبوا الكلب، وبيهرب كوش وعمه، وبيقرروا لورا ومات انهم لازم يعلموهم الصح لما يدخلوا المدرسة، ومع مرور الايام مع كلبهم بيكونوا البنات مع لورا وروزميرا، وكالعادة بيخرج الكلب، وبيرجعوا المبنى وهي مخبياه، وبتعرف ان في حفلة زفاف في المبنى، ولما بيشوف الكلب كوش وعمه متخفيين في زي موظف في الفندق بيهجم عليهم، وبيتقلب الفرح كله بسبب الهجوم ده، وبيخرب الفرح، وبتحاول ري وسالي يوقفوه، وبيهربوا العصابة، وبيقول صاحب المبنى ان قدامهم خيارين، يا اما انهم يعيشوا في المبنى ويمشوا الكلب، او انهم ياخدوا الكلب ويمشوا من المبنى بتاعه، فبتقرر سالي انها تمشي من البيت وتسيب ري معاهم علشان هي ارتاحت هناك، لكنها ما تعرفش قرار مات ولورا بانهم يحتفظوا بالكلب ويتغلبوا على قرار المبنى وكمان حساسية مات، فبيعرفوا تاني يوم انها مشي، وبتنزل لورا وري وروزميلا يدوروا عليهم، وكمان مات بينزل بعدهم لكنهم مش بيلاقوها، وبيكون الجو مطر جدا وشوية بسبب دوريات المكان والشرطة وجهد ري بيقدروا انهم يلاقوا ساب، ولكنها بتضطر تسيب كاستناء تحت الجسر، وبتمشي وبتكون زعلانة جدا، وبتقول لورا ليها لما توصل انهم هيلاقوها اكيد، وبيشوف كاستناء العصابة ماشيين من على الجسر فبيمشي وراهم لحد ما بيوصلوا للمبنى، وبعدها بيطلعوا عند شقة صاحب المبنى علشان يسرقوه، لكن بيكون كاستناء وراهم وبيوقعهم وبيخرب عليهم السرقة اللي كانوا هيعملوها في الشقة، وبيصحى صاحب المبنى وبيهدده ويس بالمشرط، فبيجري
فبيجري عليه كاستناء وبيوقعه، فبيتصاب وبتيجي الشرطة وبتقبض عليهم، وبيكون حالة كاستناء وحشة جدا وبيكون تعبان، وده اللي بيزعل البنات وبيخليهم يعيطوا كتير، وبيدعوا انه يكون احسن ويخف، وبيفرحوا لما بيصحى وبيكون كويس. وبيقرر صاحب المبنى انه يسمح بتربية الحيوانات الأليفة في المبنى بسبب العمل البطولي اللي عمله الكلب. وكمان بيقرروا البنات يتبرعوا بالمكافأة اللي كان عاملها لأي حد يقبض على اللصوص دول، وبيتبرعوا بيها للميتة، وبيعيشوا في فرح مع لورا ومات. وبنتعلم من فيلم النهارده ان مش اي حاجة احنا شايفينها وحشة فعلا بتكون وحشة. كاستناء كان بالنسبة لصاحب الفندق وحش وتربيته عبء، لكن هو اللي ساعده وهو اللي خاطر بنفسه علشانه. وتعلق لورا وسالي بكاستناء كان لطيف جدا. وكمان بنتعلم اننا نكون داعمين لاولادنا وما نديش ليهم الفرصة يخبوا عننا حاجة، لان دايما لازم نكون احنا اصحابهم اللي بيجروا علينا وبيحكوا لنا اقل تفاصيل في حياتهم. وكمان مش هننسى ان الكلاب في اوقات كتير بتبقى وفية جدا عن حاجات كتير في حياتنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اجدد الملخصات الحصرية من قناة افتكاسة الحدوتة. وكمان ما تنسوش تعملوا فولو لصفحة ملخصاتية الحدوتة علشان توصل لكم اجدد الملخصات بصوتي وكمان بصوت كل الملخصاتية. كان معاكم لعبد لله احمد فاروق. اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.